فنانات في غرف نوم الزعماء. التفاصيل الكاملة لأول شبكة دعارة بأمر القانون. في البداية لا تنسى الاشتراك والإعجاب وتفعيل الجرس. شغل مسلسل انحرافات جهاز المخابرات المصرية في حقبة الستينات اهتمام الكثيرين، فقد فجرت القضية الكثير من المفاجآت، خاصة العلاقات الآثمة التي ربطت فنانين وفنانات من الوسط الفني بعمل المخابرات، حيث إن أغلب نجوم الفن تعرضوا لضغوط من المخابرات للعمل لصالحها. حتى فاتن حمامة لم تسلم من هذه المحاولة، وكذلك لبنى عبد العزيز. أبرز هذه الشخصيات هي الفنانة سعاد حسني أو السندريلا، التي كانت مجرد اسم ضمن لائحة من السيدات والمشاهير التي تم استغلالهن من طرف الثنائي صلاح نصر، أشهر رئيس لجهاز المخابرات المصرية، وصفوت الشريف، وزير الإعلام والمسؤول عن وحدة فتيات السيطرة في عهد الرئيس جمال عبد الناصر. وفقا لما ذكرته اعتماد خورشيد في كتاب شاهدة على انحرافات صلاح نصر، بدأت المخابرات في شخص صفوت الشريف بإحكام قبضته على السندريلا بعدما تم تصويرها بكاميرات سرية أثناء إقامتها لعلاقة حميمية مع ضابط في المخابرات يدعى محمد كامل، والذي بملامحه الأوروبية انتحل شخصية أحد الفرنسيين للإيقاع بالنجمة المصرية. الشريط الذي تم تصويره بإشراف صلاح نصر رئيس المخابرات كان الورقة الضاغطة التي تم استغلالها لتجنيد السندريلا وإجبارها على تنفيذ عمليات الكنترول الهادفة إلى الحصول على صور أو أفلام تثبت وجود علاقة جنسية مشينة للشخصيات المستهدفة. واستخدمت هذه العمليات كسلاح لضرب شخصيات مرموقة في بلدان أخرى. توالت عمليات سعاد حسني التي كانت إلى جانب زميلاتها عين المخابرات في السهرات الفنية حيث لا توجد تحفظات، لتصبح مجندة لمراقبة الرئيس العراقي صدام حسين الذي كان مولعا بالسندريلا إلى درجة الهيام. لم تسلم حياة السندريلا العاطفية مع عبد الحليم حافظ من تدخل المخابرات، فبعد أن هددها صفوت الشريف الرجل الثاني في نظام حسني مبارك بقتل العندليب الأسمر حتى تنهي علاقته به، لم يمر وقت طويل على إفصاح السندريلا عن إرادتها في كتابة مذكراتها بالاستعانة بالإعلام عبد اللطيف المناوي لكي تحصل على أموال للعلاج بعد أن تدهورت حالتها الصحية والنفسية، حتى وجدت جثة هامدة مرمية من أعلى شرفة شقتها بلندن لترحل السندريلا، وتظل حكايتها فيلما تراجيديا يجسد حياة طفلة حلمت بالنجومية، فأصبحت من كبار عملاء المخابرات المصرية